لو معاك 500 جنيه هخليك تحول ال 500 جنيه دول ل 1000 جنيه في يوم واحد. موضوع سهل جدا، مشروع بسيط جدا، تقدر ان انت تعمله او اي بنت تقدر تعمله. يعني موضوع بسيط خالص. بس كل اللي انا عايزه، يا ريت تكون انت قريب من الجيزة او من القاهرة، لان القريبين من الجيزة والقاهرة هم اللي يقدروا يعملوا المشروع ده. ولو انت في محافظة تانية هتتعب شوية معانا، وتحاول ان انت تنزل الجيزة علشان تبدأ ان انت تعمل المشروع ده. كل اللي انا عايزه منك ال 500 جنيه الجمال، وتيجي تسمع المشروع الجامد ده. بس يا ريت لو انت اول مره تشوفنا على القناه، يا ريت تعمل لي سبسكرايب وتعمل لي لايك على الفيديو ده عشان كل الناس تقدر ان هي تستفاد. بص يا باشا، اول حاجه هتجيب ال 500 جنيه الجمال بتوعك وتنزل الحسين او خان الخليلي. هتنزل هناك، او بمعنى اصح كده الاسم المعروف شارع المعز. تمام، كلنا تقريبا او تلات ارباعنا يعرفوا شارع المعز. هتنزل شارع المعز وتسأل على شارع الغورية. ركزوا معايا في العناوين دي. هتنزل تسأل على شارع الغورية. هتنزل يا باشا، اول ما تخش شارع الغورية هتلاقي طبعا في ناس بتبيع حاجات كتير. سيبك منهم، اول حاجة تعملها تشوف اي حد قديم، اي واحد فاتح محل تحس ان هو يعني من المنطقة، وتقول له انا عايز اوصل للناس اللي هم بيبيعوا الساعات جملة والاكسسوارات والخواتم والحاجات دي. تمام، هو هيقول لك بالظبط تمشي ازاي في الشوارع، لان الشوارع هناك هتتوهك. لو ما كنتش عارف الشوارع هتلاقي نفسك بتتوه، فانت تسأل حد يكون فاهم او عارف الشارع او من المنطقة. تقول له عايز اوصل للناس اللي بتبيع الساعات جملة والخواتم والحظاظات. تخيل كده انت عزيزي المشاهد، الساعة اللي انت ممكن تشتريها ب 150 جنيه بتتباع هناك بكام؟ يعني ادي سعر كده في بالك، هسيبك ثانية كده تقول لي مثلا السعر كام. هقول لك انا بقى السعر كام. الساعة مثلا، ساعة زي اللي انت شايفها دي مثلا، وليكن انا شاري دي مثلا، بس دي شاريها في الرخص يعني. كنت شاريها مثلا ب 85 جنيه او 90 جنيه، مش فاكر، حاجة زي كده، من العتبة. حلو. الساعة دي يا باشا بتتباع هناك جملة ب 30 جنيه. حرفيا ايوه، زي ما انت ما سمعت الرقم كده، ب 30 جنيه. بس طبعا مش هتروح تاخد منه ساعة او اتنين، انت بتروح مثلا تاخد منه دستة. تمام، او دستتين على حسب بقى ما هو يقول لك الجملة عندي قد ايه بالدستة او بالدستتين. تمام. فلك ان تتخيل ان ساعة زي كده تجيبها ب 30 جنيه وتبيعها، مش هقول لك ب 100 جنيه، لان دلوقتي طبعا الاسعار غليت. حضرتك هتبيعها ب 80 جنيه. اضرب بقى يعني 24، لو انت تاخد دستتين 24 في 30 بكام؟ ولو انت بعت الساعة الواحدة ب 80 جنيه، تخيل ربحك فيها هيطلع قد ايه. تمام. كمان الخواتم هناك بتتباع ب 10 جنيه وب 20 جنيه. الخواتم اللي هي ستين. تمام. اللي هي اصلا احنا بنشتريها ب 100 جنيه وب 150 جنيه. هناك بتتباع ب10 وب15 وب20، على حسب برضه، لان في انواع وفي اشكال كتير كويسه. فتخيل انت معاك مشروع زي ده وجنبك شارع زي شارع الغورية ده، وفي الناس اللي بتبيع الاسعار دي، ومش عارف تستغل الفلوس اللي معاك. واحد هيقول لي 500 جنيه ايه يا عم اللي هبدأ بيهم؟ لا، ال 500 جنيه دول يبدأوا مشروع، بس هي لازما تشغل دماغك. شغلت دماغك هتلاقي نفسك انت المشاريع بتمشي معاك كويس جدا. تمام. وبرضه لو بدأت ب1000 جنيه ده هيبقى أحسن لك، ولو بدأت ب1500 ده أحسن لك. بس أنا بتكلم يعني بوجه رسالتي للناس اللي هم حرفيا معهمش في جيبهم إلا 500 جنيه. فأنا جايب لك المشروع ده مشروع من ذهب. طيب، واحد هيقول لي أبيع إزاي أو أبيع فين؟ طب أنا بعد ما أجيب الحاجة دي هقف في الشارع؟ ما هو الشارع أنت لازم بتحتاج له تصريح. لا يا باشا، أنت ولا شارع ولا غير شارع. حضرتك هتجيب المنتجات بتاعتك، ومثلا اخوك، ابن عمك، قريبك شغال في شركة، اديله مثلا كام ساعة، مثلا اديله 5 6 ساعات ينزل يسوق في الشركة عنده. تمام. هتلاقي الموضوع مشي طلقة. انت لو شغال في شركة مثلا وبتعمل المشروع جنب الشركة، خد الحاجة دي معاك واعرضها لزمايلك، هتلاقي الموضوع هيفرق معاك 360 درجة. غير ان انت لو انت تقدر ان انت تصور
المنتجات بتاعتك تصوير يكون احترافي، يكون شكله كويس، تحاول ان انت تظبط الاضاءة وتصور الحاجة وتنزلها على المتجر بتاع الفيسبوك. حرفيا المتجر بتاع الفيسبوك دوت بجد بجد كنز، واحنا مش عارفين قيمته. حرفيا انا اي حاجه عندي في الاستوديو، اي حاجه عندي في حياتي العامه، لو حبيت ان انا ابيعها بنزلها تاني يوم بتتباع. مهما تكون انت حاطط سعر، ممكن واحد يخش يفاصل معاك شويه، بس هتلاقي السعر اللي انت هتحطه هتلاقي. تمام. فانت كل اللي عليك يا اما تسوقه في شركه، او تسوقه في وسط زمايلك، او تسوقه في وسط مثلا مكان يكون ناس بتشتغل فيه كتير، يا اما تسوقه على المتجر بتاع الفيسبوك. تصور الصوره تكون كويسه كده وتنزل يا عم، زود 10 جنيه عشان اللي هيكلمك هيقول لك مثلا لا انا عايزها بكذا. ما يا عم ما فيش مشكله، فانت حط لنفسك رينج علشان تقدر ان انت من ال 500 جنيه دول تعمل 1000 جنيه. ومن ال 1000 جنيه يعني حاول ان انت ال 500 جنيه دول تكون انت مستغني عنهم لمده محدده. تمام. واول ما يوصل ال 500 جنيه بتوعك ل 1000 جنيه، زود شغل. حاول نفسك تزود شغل. وبعد ما توصل لل 1000 جنيه، زود شغل. ال 1000 هيبقوا 1500، ال 1500 يبقوا 2000، لحد ما تلاقي نفسك انت بتفكر ان انت تفتح مكان حتى لو متر في متر في منطقة معينة. تمام. هتلاقي نفسك انت طموحك وصلتك لكده. تمام. فانا عايز اقول لكم يا شباب، اللي عايز يشتغل او اللي عايز يعمل مشروع، ما تركزش في انت معاك قد ايه. ركز في الفكرة. جات لك الفكرة، انت ممكن تعمل مشروع من غير ما يكون معاك راس مال اصلا. وده ممكن نتكلم عليه في فيديو تاني. لو انت ما معاكش راس مال ازاي تعمل مشروع؟ المشروع هي الفكرة، المشروع مش الفلوس او الماديات او المكان او البيع او التسويق. المشروع في دماغك. تمام. فانا هرجع اقول لكم العنوان تاني. هتنزل شارع المعز، او هتنزل بمعنى صح العتبة، ومن العتبة هتسأل على شارع المعز. واول ما توصل شارع المعز هتخش شارع اسمه شارع الغورية، ومن شارع الغورية هتسأل اي حد يكون قديم في شارع الغورية. ركز في الكلمة قديم، لان الناس اللي بتبيع الساعات الجملة مكانهم مش معروف قوي، لان هم في حتة متطرفة. تمام. ولو عايزين نعمل لكم فيديو للناس دي وانا داخل الشارع وبصور فيديو، يا ريت تكتب لي كومنت وتكتب مهتم، وانا هعمل لك فيديو واوريك الاسعار كلها قدامك في فيديو. تمام. وهتنزل وتبدأ مشروعك وتسمي بالله. بس اهم حاجة تكون انت مثلا مستغني على الفلوس دي فترة، تكون يعني فترة كويسة علشان تقدر ان انت تكبر من شغلك وتكبر من نفسك. بس يا شباب دي كانت فكرة مشروع النهاردة. يا رب يكون الفيديو خفيف عليكم. ولو عايزين نكمل في الفيديوهات المشاريع، وانك تعمل مشاريع من البيت وتعمل مشاريع من على النت، لو عايز يعني ربح من على الانترنت برضو، يا ريت تكتب لي كومنت وتكتب ان انت مهتم، وتعمل لايك على الفيديو ده وتعمل سبسكرايب، علشان لو انت ما استفدتش غيرك يستفاد. ممكن المشروع ده ما يمشيش معاك، ممكن يمشي مع غيرك. فالدال على الخير كفاعله زي ما بيقول. وبكده وصلنا لنهاية الفيديو. كان معاكم هشام سعيد. سلام.